السلام عليكم. ازيكم؟ بقالنا كتير ما اتكلمناش، يمكن من ايام كولر. ريفيرو لما جه مسك الاهلي جديد انا ما كنتش لاقي حاجه اقولها، فاديني صبرت ماتشين ثلاثه لغايه ما نشوف الراجل عامل شغل عامل ازاي، عشان لما نطلع نتكلم يبقى فيه كلام عقلاني يعني ويبقى منطقي. الراجل لما جه قال انا معاك الجهاز بتاعي، راح اداره الاهلي قالت له في حد مصري هيبقى معاك في الجهاز يساعدك. صراحه النقطه دي انا مش متاكد منها، هل الاداره هي اللي قالت له في حد مصري يبقى معاك، ولا هو اللي طلب يبقى في حد او فضل يكون في حد معاه من الاداره القديمه، الاداره الفنيه القديمه، تساعده في الوقت القصير المطلوب منه يحقق فيه كل حاجه في الوجود قبل كاس العالم اللي هيتلعب بعد اسبوعين. اي مدير فني جديد بيبقى رايح اي فرقه بيبقى عنده فكر وعايز يطبقه، بس على بال ما يطبق الفكر بتاعه ده بيقعد يجرب على اللعيب ده وعلى اللعيب ده ويشوف مين احسن واحد طبقها. على سبيل المثال هيجي مثلا يقول لعماد النحاس ايه، انا عايز جناح بيلعب ناحيه اليمين يضم في قلب الملعب ونكتل اللعب ناحيه الشمال ونطلع من الناحيه دي. فعماد النحاس يقول له عندك على فكرة فلان بيجي من ناحية اليمين ويخش لجوه وبينفذ الحركة دي كويس قوي هيعجبك. فالمدرب ده بيروح مجرب فلان، والله فلان نجح كان بها، ما نجحش بيروح مجرب غيره في ماتش تاني، وغيره بيروح مجربه في ماتش تالت. لك ان تتخيل بقى ان حقل التجارب اللي احنا بنتكلم فيه ده حصل كله في ماتش واحد قبل البطولة الرسمية اللي هو كان ماتش باتشوكا، والماتش اللي بعد منه على طول كنا خلاص دخلنا كاس العالم وخلاص بنلعب انتر ميامي. وخد فوق ده كله يروح واقع منك اهم لعيب في الفرقة واهم لعيب في مصر ويمكن في افريقيا السنة اللي فاتت بعد اول 10 دقايق من البطولة. وبرغم ان زي ما قلت قبل كده ان انت عندك لعيبة كتيرة في نص الملعب الهجومي، فانت عندك بديل لاي حد يقع عندك الا امام عاشور. وكل الاسامي دي كمان برضو بكل اللجوم جديد مفهومش حد بيجيد اللعب ناحيه اليمين كجناح ايمن الا طاهر محمد طاهر. حتى زيزو اللي جاي جديد مش فورمه، وبرضو طاهر وقع منك في اول ماتش بعد ما اشترك في شويه دقائق قليله في الماتش الاولاني. فين عماد النحاس من كده؟ انا مش بهاجم، انا بتساءل فعلا لان فعلا مش فاهم. لو هو الراجل فعلا طلب منه انا عايز لعيب بيلعب ناحيه اليمين ويروح داخل في القلب يعمل الشغل اللي هو الراجل عايز ينفذه في قلب الملعب. زيزو عمره ما عرف يعملها مع المنتخب لما اتطلبت منه يلعب 8 عشان مكانه محجوز لمحمد صلاح. حبوا يخترعوا مكان لزيزو في التشكيل بحيث نستفيد بزيزو ونستفيد بصلاح في التشكيل، فحبوا يخترعوا لزيزو مكان في نص الملعب عشان يبقى هو وصلاح في الملعب. ما فلحش فيها. مين شار على ريبيرو ان لو انت عايز جناح يمين بيضم القلب الملعب ويشتغل لك في الحته دي فيكون زيزو هو المناسب؟ وللاسف ما فيش غير عماد النحاس هو اللي قاعد في الجهاز بيعرف الراجل امكانيات اللعيبه اللي عنده لما يقول له انا عايز اعمل كذا 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 في الفرقه فيقول له انا في فلان وفلان وفلان. فبما انه وجود عماد النحاس في الجهاز هو ان هو يقصر المسافات على المدرب ما بينه وبين اللعيبه ويعرفه مين بيعرف يعمل ايه، ما قلبلوش نور ليه وقال له في غلط في الحته دي ما ينفعش الكلام ده باللعيب ده ما يعرفش يعمل اللي انت عايز تعمله ده. زيزو جناح يمين بس يفضل جناح يمين ما يضمش لجوه والنبي. فين عماد النحاس من ده؟ ياسر ابراهيم لو سليم يكون مساك يمين. مين قال لهم ان ياسر ابراهيم بيلعب مساك شمال؟ شفتوه امتى لعبها وفلح فيها او امتى لعبها وما فلحش فيها؟ انا عمري ما شفته بيلعب مساك شمال. برضه فين كابتن عماد النحاس من ده؟ لما حصلت المصيبه بقى وخلاص بقينا شايلين 2 من بالميراس وبنحضر الشنط وخارجين خلاص من البطوله، راح منزل بيكهام مساك بيعرف يلعب كوره وخلى ياسر مساك يمين وخلى بيكهام مساك شمال وعرفنا نطلع بالكوره عشان بقى عندك مساك بيعرف يلعب كوره. وده اللي كنا مفتقدينه لما كان الاثنين مساكين بتوعك ياسر وداري. الاثنين كورتهم مش عاليه بغض النظر بقى عن مين يمين ومين فيهم شمال. الاثنين مع احترامي ليهم كده يعني اللي هم المساكين بتوع زمان بتوع مبدأ السلامه، مفيش حد منهم يعرف يعمل اللي كان منعم بيعمله ولا حد اصلا يعرف يعمل اللي منعم كان بيعمله. الاثنين نص بساطهم لبعض مش حريفه كوره يعني. لذلك وجود بيكهام ضروري، ولو ياسر سليم يكون هو المساك اللي جنبه، بس بيكهام يكون هو المساك الشمال وياسر هو المساك اليمين. مروان عطية مش هيكون موجود فيكون بديله على طول حمدي فتحي مش ديانج لاسباب كتيره هنقولها بعدين بعد البطوله لما يكون حمدي فتحي رجع فرقته ويكون الاهلي ما عندوش غير ديانج ومروان عطية. هنقعد نتكلم في النقط دي مين يبقى 6 فيهم ومين فيهم يبقى 8. بن رمضان هو اللاعب رقم 8 التاني اللي جنب ديانج، يعني حمدي 6 وبن رمضان وديانج 8. وعلى اليمين زيزو بس والنبي يفضل على اليمين على الطرف ما يضمش لجوه خالص. عايز تلعب بفكره ان لعيب يكون جناح ويضم للقلب ويلعب
ممكن تعملها باشرف بن شرقي احسن مليون مره، وتكتل اللعب بقى ناحيه زيزو، وهتاخد عدد اوفرات لا نهائي من زيزو، واسامه ابو علي جوه وهيضم عليه بن رمضان، وعد الجثث يا باشا. يعني التشكيل كله على بعضه كده يكون شناوي، هاني، ياسر، بيكهام، يحيى عطيه الله، حمدي فتحي، بن رمضان، ديانج، زيزو، بن شرقي، وسام ابو علي راس حربه. كلمه اخيره بقى في حق البطوله، عاجبني جدا فكره مقابله المدارس المختلفه ببعضها، بدل ما كل قاره في جزيره منفصله عن الثانيه، لا خليهم يتقابلوا قصاد بعض ونشوف احنا وصلنا لفين بالنسبه لبعض. اديك شفت باريس بطل اوروبا بيتغلب من فرقه لاتينيه، فرقه اوروبيه زي دورتموند بتغلب سان داونز بالعافيه، الهلال بيتعادل مع ريال مدريد، الاهلي بيلعب مع ميسي. دي احلام عصاري مش بطوله. واعجابي بالبطوله ده والله ملوش علاقه بالاهلي خالص، حتى لو الاهلي ما كانش موجود في البطوله كنت هقول نفس الكلام ده. انا قلت وجهه نظري هي عجباني ليه. انا كلامي طول الوقت فني بحت، ماليش علاقه بالحجج الفارغه بتاعت الجن والعفاريت والكلام ده. طب اخرجي بره بس يا كوكي بعد اذنك. طب اخرجي انا جاي. سلام.